طبعا الأوضاع التي تجري في إدلب وتأثيرها هو يمتد على كافة مناطق السورية، ويعني شمال وشرق سوريا أيضا تأثرت بفعل العمليات العسكرية الجارية بين قوات السلطة السورية بدمشق وقوات المعارضة وجبهة النصرة في إدلب. هذا الأمر انعكس أيضا بالنسبة لمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من حيث كمية النازحين المدنيين الذين يعني خرجوا من إدلب بفعل هذه العمليات العسكرية وتوجهوا إلى مناطق الإدارة الذاتية بناء على دعوة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي لأهالي إدلب للتوجه لمناطق الإدارة الذاتية، وقيام قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بتقديم كافة السبل لتوفير يعني الاحتياجات الضرورية لهم، والقيام بإنشاء مخيم بالقرب من مدينة منبج كونها يعني قريبة من المعبر لهؤلاء النازحين من إدلب يعني بفعل العمليات العسكرية. طبعا في ظل هذه الظروف المناخية السيئة التي تعانيها سوريا بشكل عام، وأيضا موجة النزوح التي تعانيها مناطق الإدارة الذاتية بفعل الاحتلال التركي ومرتزقته، والذي تجاوز 300 ألف من أهلنا من منطقتي تل أبيض ورأس العين، تعمل الإدارة الذاتية بالإمكانات المتوفرة لديها لتأمين هذه الاحتياجات من مواد غذائية ومحروقات لأهلنا النازحين من إدلب وأهلنا النازحين من مناطق تل أبيض ورأس العين. باعتقادي أن ما يجري في إدلب من هذا الصراع هو فشل لمسار أسيتانا وفشل لمناطق خفض التصعيد. نرى الآن هنالك احتدام للصراع بين روسيا وبين تركيا من جهة وبين قوات الحكومة السورية، ويعني فشل عدة لقاءات جرت بين الجانبين الروسي والجانب التركي، إلا أن العمليات العسكرية ما تزال مستمرة. طبعا يعني هذا الأمر لا يخدم الحل في سوريا، لأن الحل في سوريا دائما كنا نقول هو حل سياسي، وأن الحل العسكري لا يأتي بأي يعني نتائج على الأرض. صحيح قد يسيطر على أجزاء من الأرض، إلا أنه يعني سينجم عنه أيضا تفاقم أزمة إنسانية كبيرة جدا تعود بآثارها ليس على سوريا فقط ومناطق الإدارة الذاتية، بل على العالم أجمع، من حيث موجة النزوح ويعني واللجوء التي ستتجه عبر تركيا إلى الدول يعني الأوروبية. لذلك على العالم أجمع وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل بكل جدية لوقف العمليات العسكرية في سوريا، للضغط على جميع الأطراف في سوريا للجلوس على طاولة المفاوضات، لأننا دائما نقول أن الحل في سوريا هو حل سياسي، ولا حل الأزمة السورية إلا بالحل السياسي، والحل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة السورية، وهو الحل الوحيد أيضا للأزمة السورية.